السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة النهاردة هنتعرف على طقم حلل الجرانيت، فخليكم معايا. معانا دلوقتي طقم حلل جرانيت تركي. زي ما احنا شايفين كده هنتعرف على المحتويات اللي بتبقى موجودة او جاية مع الطقم، وكمان هقول لكم على نصائح ازاي تحافظي على الطقم بدون خدش او جرح، ويفضل معاكي لأطول فترة ممكنة. وكمان هعرفك وانت بتشتري، لو انت نازلة تشتري طقم، ازاي تعرفي التركي الاصلي. زي ما احنا قلنا ده طقم جرانيت تركي. زي ما احنا شايفين كده بيبقى صورة اللوجو محفورة مكتوب عليه ميد ان تركي. زي ما احنا شايفين كده لازم تكون صورة اللوجو مكتوب عليه ميد ان تركي. وكمان الموزع الحراري بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، لازم تاخدي بالك من الموزع الحراري يبقى منفصل عن بعض، ما يبقاش حتة واحدة، لان هوريكي في اخر الفيديو برضو حاجة ميد ان تركي بس مش اصلي، ده الاصلي. لازم تخلي بالك قوي من صورة اللوجو تبقى محفورة، والموزع الحراري بالشكل اللي انت شايفاه ده. فخليكم معايا. هنشوف مع بعض محتويات الكرتونة اهو. زي ما احنا شايفين اول حاجة طلعتها معاكم القلاية، ما بطلعش بالدور بطلع اللي يقابلني كده بروح جاية مطلعه. اول حاجة زي ما احنا شفنا القلاية اللي احنا بنقلي فيها، وكمان تاني حاجة معانا اهو الحلة. زي ما احنا شفنا كده ان دي الحلة، هنطلعها مع بعض ونشوف هي بتبقى عاملة ازاي. اول حاجة ده الغطا، كل حاجة بتبقى مغلفة في قلب كيس كده. زي ما احنا شايفين الغطا استانلس. وعلى فكرة انا عايزة اقولكم على حاجة كويس جدا او مستحب ان انتوا تجيبوا الحلة يبقى الغطا بتاعها استانلس، لانه بيستحمل حتى لو وقع من ايدك وانت بتطبخي، او اتهبط جامد على الرخامة او في المطبخ، بيستحمل يعني ما بيتكسرش منك. غير اللي بيبقى غطاها بايركس يعني ممكن يقع وسهل ان هو يتكسر. فيا ريت وانت بتجيبي الحلل عشان تعيش معاكي برضو، يا ريت تجيبي الغطا بتاعها يكون ستانلس زي ما احنا شايفين كده. دي الحلل العاديه اللي ديها عاديه، هوريكم برضو حاجات تانية فخليكم معايا. دي زي ما احنا قلنا ايديها عادية، ايد الحلة العادية، والغطا بتاعها استانلس. عايزة اقولك على حاجة ان السمك بتاعها 6 ملي، وبيبقى مكتوب على الكرتون. فخلي بالك، لان كل ما بنزيد في السمك كل ما الحلة بتبقى احسن. هو بادئ من 4 ملي و6 ملي و8 ملي. هي دي الحلل اللي معايا موجودة دلوقتي دي 6 ملي. فكل ما تطلعي في ما بتزيد يعني في السمك بتاعها سعرها بيزيد برضو معاكي شوية. فخلي بالك وانت بتشتريها، عشان التاجر مثلا ممكن يقولك هي 6 ملي ويبقى هي 4. تعرفي منين لو انت مش واخدة بالك؟ يعني بيبقى مكتوب على الكرتونة، فخلي بالك. تاني حاجة معانا هي طلعناها، احنا طلعنا دلوقتي الحلل زي ما انتم شايفين كده. دي اللبانة، الحلل بتبقى كل حلة لها الغطا. دي اللبانة اهي، وبرده نفس الكلام بيبقى موجود عليها صورة اللوجو والموزع الحراري. وبيبقى لها غطا، اللبانة برضو بيبقى لها غطا. زي ما احنا قلنا ان الطقم ده طقم عادي خالص، اللي هو دي عادية والغطا بتاعه استانلس. على فكرة يا جماعة انا ان شاء الله هنزل حلقات تانية وفيديوهات تانية كتير عن الحاجات البرندات اللي هي التركي، زي البيريون والنيو كلاين والنيو فليم. كل الحاجات دي ان شاء الله هنصورها مع بعض بالالوان وبالاسعار وبالاشكال. فخليكم معايا. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا لي لايك امور زيكم، ونصلي مع بعض كلنا على النبي في الكومنت عشان ناخد حسنات مع بعض. ولو عايزين اعمل لكم حلقات عن حاجات معينة يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا هعرض لكم كل حاجة ان شاء الله. والفيديوهات الجاية هتكون احلى ان شاء الله، وهتكون اجمل وبالاسعار، وهنشوف مع بعض كل حاجة. لو انت ست بيت وبتجهزي فخليكي معايا، وما تنسيش تحطي الاشتراك وتفعلي زر الجرس. ولو انت عروسة وبتجهزي، ست بيت وبتجددي مطبخك، او عروسة وبتجهزي، فخليكم معايا هتشوفي معايا كل حاجة وبالاسعار. وكمان هعرفك على حاجات كتيرة، الماركات والبراندات والحاجات العادية. وكل واحد بقى يجيب على قد دخله او على قد مستواه الشخصي. فخليكم معايا دلوقتي. تخلينا في محتويات الطقم. الطقم مكون من 4 حلل، وكل حلة بغطاها. وزي ما قلت لكم الطقم ده اللي هو 6 ملي، فخلوا بالكم بيبقى مكتوب على الكرتونة زي ما انا قلت لكم. معانا دلوقتي 4 حلل زي ما احنا شوفنا كده، يعني احجام مختلفة. ومعانا اللي هو طاجن
مدور، ومعانا اللبانه، واللي انا هطلعه دلوقتي ده طاجن مدور اهو زي ما احنا شايفين اهو، او صينيه مدوره للكيكه لاي حاجه. ده طاجن مدور اهو، مقاس برضو 6 مللي، وعليه صوره اللوجو والموزع الحراري. اهم حاجه تاخدوا بالكم من الحكايه دي. دي اخر قطعه معايا في الموجوده في الكرتونه. ده طاجن مستطيل. في الطاجن المدور بيبقى عليه الموزع الحراري، انما المستطيل بيبقى عادي بس محفور عليه من تحت صورة اللوجو اهو. ما بيبقاش عليه الموزع الحراري، عشان في حد يجي يقول لازم عليه الموزع الحراري، لا، المستطيل ده ما بيبقاش عليه الموزع الحراري. ودلوقتي زي ما احنا شايفين اهو، دي كل مكونات الطقم اللي كانت موجودة في الكرتونة. ده طقم تركي اصلي، اللي هو ايده عادية خالص، و ايده عادية زي ما احنا قلنا، والغطا بتاعه استانلس، 4 حلل ولبانة وطاجن مدور وطاجن طويل مستطيل. فشكله حلو. في منه بقى الوان كتير، ده لون من ضمن الالوان، في منه الاسود وفي منه الوان كتيره جدا، فانت بتختاري منه اللون اللي انت عايزاه اهو. شكله حلو وشكله امور. اهم حاجه بقى، اهم حاجه هقول لكم على نصايح قبل ما تستخدموا الطقم، وازاي يعيش معاكم فتره طويله جدا، ويفضل معاكم بنفس بريقه واكنه لسه جديد، وحتى لو بقاله كام سنه عندك برضو هيبقى شكله جديد وشكله امور وشكله حلو. فخليكي معايا لاخر الحلقه، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتحطولي لايك. هوريكم دلوقتي طقم تاني، مش اصلي بصراحه. هو ده مكتوب عليه ميد ان تركي برضو، بس بصراحه مش اصلي. هقول لكم ايه الفرق ما بينه وما بين الطقم اللي انتوا شفتوه دلوقتي. معانا الطقم ده، هو لونه عاجبني قوي ولونه اسود، شكله امور قوي، شكله حلو. انا بحب اللون الاسود بيجذبني. ده 4 مللي على فكره اهو. بدأنا برضو بالطاسة زي ما احنا شايفين كده، معلهاش الموزع الحراري. هو مكتوب عليه ميد ان تركي برضو، بس مش موجود عليه الموزع الحراري، مش موجود على الطاسة. لازم يكون في موزع حراري، ده مهم جدا اهو. ده 4 مللي على فكرة. انا عايزة اقولكم على حاجة برضو. طب خلينا نشوف الحلة وبعدين نبقى نتكلم على الحاجة المهمة اللي انا كنت هقولها. دي اول حلة فيه اهي، شكله حلو قوي على فكرة. دي الحلل دي مختلفة عن التانية، ايديها منها فيها اهو. وشوف الغطا بتاعها، الغطا بتاعها حلو قوي برضو اهو زي ما احنا شايفين. ايديها منها فيها، يعني ممكن تدخليها الفرن، يعني ممكن لو عايزة تسخني الحلة في الفرن او تعملي فيها حاجة. الحلل كلها كده ايديها منها فيها، بس الغطا اوعي تدخليه عشان في حاجة بلاستيك من فوق كده. الحلة نفسها ايديها منها فيها، يعني ممكن تدخليها الفرن. وسمكه 4 مللي. فانا زي ما انتوا شفتوا الموزع الحراري مختلف غير. بصوا، حتة واحدة، اسطمبة واحدة كده على بعض. ما بنصحش بالموزع الحراري ده. يا ريت تجيبوا اللي هو الموزع الحراري اللي انا وريته لكم في الاول. وعايزه اقول لكم، وبيبقى معاه دي هديه، اللي بيبقى معاه طقم التوزيع ده هديه. زي ما انا قلت لكم، في الوان وفي اشكال كتير، ف ممكن تختاروا بقى. وعايزه اقول لكم على حاجه برضو، ان الحلل كلها شغاله، يعني عادي سواء طقم رخيص طقم غالي طقم برندات. الحلل كلها لو حافظتي عليها هتشتغل معاكي عادي، يعني هتقعد معاكي فتره طويله جدا. اهم حاجه ان انت تحافظي عليها. هقولك تحافظي عليها ازاي. قبل استخدامها ب24 ساعة لازم تدهن بالزيت من جوه بس، اوعي تدهنيها من بره هتبوظ. ادهنيها بالزيت كويس قوي من بره، من جوه سوري من جوه. وسيبي بره زي ما هو قبل الاستخدام ب24 ساعة، وسيبيها كده، وبعد 24 ساعة استخدميها، هتبقى معاكي حلوة قوي. وتاني حاجة لازم تستخدمي موزع، اللي هي الحاجة بقى اللي هتستخدمها وانت بتقلبي وكده، يكون سيليكون، هيحافظ عليها من الخربشة ومن الخدش. وبرضو ما تستخدميش السلكة البلدي، السلكة اللي هي بتخربش الحاجات. استخدمي سلكة تكون رقيقة. طب لو حاجة لزقت في الحلة وهو اصلا مفيش حاجة بتلزق فيه، بس يعني لا قدر الله حاجة اتحرقت اتلزقت، حطي فيه شوية مية سخنة وسيبيه شوية، هتبصي تلاقي الحاجة فكت منه. وبكده جميعا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وهقدم لكم حاجات تانية جامدة. نسيت اقول لكم حاجة بقى، ده انا كنت مصوراه برضو اهو، بس هنشوفه بقى في حلقات تانية عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا مني. فده طقم تركي اللي هو الخشبي، الميلامين الخشبي، فهوريلكم بقى حلقات تانية.